اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات اسك تو بي. النهارده انا جايب ابلكيشن مخصوص للناس اللي بتحب تنام في المواصلات. الموضوع ده ناس كتير جدا بتقع في مشاكل بسببه، ان هو بينام في المواصلات بيعدي عليه الطريق بتاعه المفروض ينزل فيه. النهارده انا جايب لكم ابلكيشن هيحل لك المشكله دي. يلا بينا. الابلكيشن ار وي ذير يت. الابلكيشن ده هتلاقيه موجود على الاندرويد عادي وعلى الاي او اس، موجود فور فري. مثل الابلكيشن فين؟ الابلكيشن تقدر تحط عليه اي اكتيفيتي انت عايزها، مش بس لو انت نايم في المواصلات، لو انا سكرين تايم للموبايل، لو انا مثلا اوت دور، او انا بقرا حاجه او بستخدم حاجه وعايز يبقى ليا ليميت للاستخدام، فبقدر احدد الاستخدام بتاعي واقول انا عايزه مثلا خلال ساعه، الساعه دي بعديها يديني نوتيفيكيشن يقول لي ان انا هنزل. طيب لو انا دلوقتي هستخدمه في المواصلات هستخدمه ازاي بالشكل اللي بقول عليه؟ انت بتحط اللوكيشن بتاعك قبل اللوكيشن بحاجات بسيطه تقريبا ب5 دقائق او زي ما تحب، وبيبدا هو يديك نوتيفيكيشن ان انت المفروض زي المنبه بالظبط انك المفروض تصحى وتفوق كده عشان تلحق تنزل. او بتحط التايم بتاعك، لو انت مش هتحطه على الماب بتحط التايم بتاعك عادي مفيش اي مشكله، ومن خلاله تقدر ان انت يحدد لك ويديك نوتيفيكيشن لده. الاستخدام بقى داخل الابلكيشن نفسه، عندي السكرين تايم، عندي لو انا عايز استخدم حاجه زي ما كنت بقول، ولو رحله مفيش مشكله، بيقول لي ان انا محتاج الاول اضيف مواعيد الرحله بالشكل ده كده، احط الجولز بتاعتي، التواريخ بتاعتي زي ما انا عايز، طبعا التايم بتاعها، ببدا احط التفاصيل بتاعت الرحله بتاعتي سواء بالمتر بتاعها او اللوكيشن او من خلال الوقت. بحطها حاجه زي كده، مثلا بختار اوت دور، بختار دي الاكتيفيتي بتاعتي، وهنا بيبدا بقى يديني كل التفاصيل انت عايز، يبدا يديك نوتيفيكيشن بعد وقت قد ايه او بعد تاريخ قد ايه. كده يعتبر ده سهل عليك، حاجه كبيره جدا. استنونا في حلقه جديده من حلقات اسك تو بي عشان تعرف عن برامج اكتر.